بيبدأ فيلمنا النهاردة مع كاتي وصديقتها سلون، وهما بيحتفلوا مع أصحابهم وبيشربوا وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبعد كده بيروحوا البيت وبيدخلوا جوه أوضتهم، وسلون بتقول لكاتي إنها معجبة بخالها جيسون، والبنتين بيبقوا عايزين يسافروا ويشتغلوا في مزرعة علشان يوفروا مصاريف السفر. وتاني يوم خال كيتي واسمه جيسون بياخدهم البيت عنده، وبعد كده هيوصلهم المكان اللي هيركبوا منه الباص للمزرعة. وبنعرف إن جيسون ضابط ومحقق شاطر، وبيوصلوا بيت جيسون وبيقابلوا حبيبته جينا. وبعد كده بيوصلوا لجسر محطة الباص، والبنات بيعرفوا ان الباص لسه قدامه ساعة. وجيسون بيقول لكاتي انها هتكلمه كل يوم علشان تطمنه عليها، وبتقوله انها هتبعت له رسائل على الواتس، وبيطلب منها تبعت له كود علشان يعرف انها بخير. وبتقوله انها اول يوم هتبعت له كلمة تفاحة، وكل يوم هتبعت له كلمة بالترتيب الابجدي للحروف. وبيدخلوا يستنوا الساعة دي في مطعم، وبيدخل شابين وبيتعرفوا على البنتين وبيقعدوا معاهم، والشباب بيعرضوا عليهم ان هم يوصلوهم، والبنات بعد تفكير طويل بيوافقوا. ولما بيركبوا معاهم العربية بيلاقوا ان الشباب عدوا المزرعة، بس بيطمنوا البنات وبيفهموهم ان هم هيروحوا البيت بتاعهم وان امهم في البيت. وفعلا البنات بيوصلوا وبتطلع ست عجوزة تستقبلهم وبتعمل لهم كوبايتين شاي. بس البنات لما بتشرب الشاي بيحسوا بدوخة وبيعرفوا ان في حاجة غلط، وبيطلعوا يجروا، بس الشباب بيجروا وراهم وبيجيبوهم. وبتفوق البنتين وبيلاقوا نفسهم قاعدين في كانتين بضايع، وبيخرجوا وهما مرعوبين. وبيوصل واحد من الشباب واسمه جد، وبيقول للبنات انهم لو سمعوا الكلام مش هيحصل لهم اي حاجة. بس بيجي واحد اسمه بورس وبيضرب جد، وبيبقى واضح ان هو رئيس العصابة، وبياخد تليفون كاتي وبيشوف كلامها مع خالها وبيبعت له انها كويسة، وبيكتب في اخر الرسالة تفاحة. وجينا حبيبة جيسي بتشوف الرسالة. وبعد كده بيوصل ضابط وبيرفع السلاح على العصابة، والبنات بتروح علشان تتحمى فيه، بس بيطلع ان هو مع العصابة واسمه اندرو. والشاب التاني بيكون اسمه لوكاس بيحبس البنات. وبعد كده بيرجع وبيعتدي على كاتي، وبتدخل ليها سلون. بتكون كاتي منهارة وبتروح لجيسون اللي بيحس ان في حاجة غلط علشان كاتي بعتت نفس الكود بتاع اول يوم. بس جينا بتحاول انها تطمنه وبتقوله ممكن يكونوا غلطوا. وبنروح للبنات وبيجي واحد تاني وبيعتدي على سلون. وبنرجع لجيسون اللي بيتأكد من شكوكه لما بيكلم المزرعة وبيعرف ان البنتين ما راحوش هناك اصلا، فبيروح يدور عليهم. وفي الوقت ده بيوصل واحد لابس قناع خنزير وبياخد سلون وبيعتدي عليها. ولما بيخلص بتدخل كاتي تطمن عليها وبتلاقيها لابسة قناع الخنزير وبتقعد تعيط جنبها. وبيكون جيسون وصل مركز الشرطة بتاع المدينة وبيقابل أندرو وبيقوله على اللي حصل. وطبعا أندرو بيكذب وبيقوله يمكن تعرفوا على شباب وهربوا معاهم، بس جيسون بيكون متأكد ان البنتين اتخطفوا. وبنروح لبورس اللي بيقول لجد انه يتخلص من البنات، والبنات بيكونوا سامعين الكلام ده. وجيسون بيكمل بحثه وبيروح المطعم اللي كانوا فيه، والراجل بيتعرف عليهم وبيقول لهم ان هما مشيوا مع شباب، والبنات بتقعد تفكر ازاي هيهربوا. وبيجي بورس معاه باقي العصابة وبيطلب منهم محدش يقرب لهم غير لما يوصل أندرو، وبيسيب واحد منهم مع البنات. وكاتي بتجري وهو بيضعف، وبتقوم كاتي عضاه من رقبته وبتسيبه ينزف لحد ما يموت زي الكلب. وبيوصل أندرو مش بيلاقي البنات، والبنات بيكونوا مستخبيين وبيخبلوا أندرو وبيسرقوا منه العربية. وبيروحوا محل ويشتروا شوية حاجات، وصاحب المحل بيستغرب ان ليه البنات اللي زي القمر دول بيشتروا الحاجات دي. وفي الوقت ده بيكون جيسون عرف عنوان بورس، وبنروح لبورس والبنات بتوصل له بيضربوه وبيعذبوه، وبتدخل كاتي تسرق فلوسه. وبعد كده بيجيبوا عصاية ويحشوها مسامير ويحطوها في منطقة مش هينفع نقولها. وجيسون بيوصل لبورس اللي كانت عامل معاها الصح، وجيسون بيلاقي ان عربية بورس اتسرقت، وبيلاقي ان كاتي وسلون هما اللي سرقوا العربية، وبيشغلوا أغاني والدنيا حلوة معاهم قوي. وبيكلم جيسون أندرو وبيوصل بيلاقي بورس ميت، وبيرن جيسون على تليفون كاتي وبيرن في جيب أندرو، وأندرو بيلاقي نفسه اتكشف وبيرفع السلاح على جيسون. وفي الوقت ده البنات وصلوا للراجل اللي كان لابس قناع خنزير، وبصراحة هو بالقناع أحلى، وبيخطفوه وبيفسحوه شوية بالعربية، بس هو بيتسحل. وبعد كده بيولعوا في أمه. وبنروح لأندرو اللي بيكون خاطف جيسون وبيهددوه بالقتل، بيحب يخطف أي حاجة أندرو، رجالة ماشي بنات ما يضرش. وبنشوف إن هو خاطف بنتين بنات تانيين غير كاتي وسلون، بس كاتي وسلون بيضربوه وبيغموا عليه، ولما بيصحى بيلاقي نفسه متكتف في كرسي، والبنات بيلعبوا معاه لعبة. واحدة منهم بتقوله اختار من ايديها حاجة، وبيختار وبيطلع رصاصة، والتانية بتعمل نفس الكلام وبيطلع كبريت، وبيضربوا عليه من مسدسات ما فيهاش رصاص.
ومع كل طرقة هو كان بيعملها على نفسه. وبعد كده البنات اللي كانت مخطوبة بيفكوا جيسون، وبنروح لأم جد وهي بتشرب كاس ويسكي وبيغموا عليها، وبتفوق وبتلاقي نفسها متكتفة وقدامها ابنها، والبنات بيخلصوا عليه. وبعد كده بياخدوا الولية أم لوكاسو وبيكونوا خطفوا لوكاس وهددوه إنه يقتل أمه أو يقتلوهم هما الاتنين. ولوكاس مش بيقدر إن هو يخلص على أمه، وكيتي بتروح ضرباله طلقة في دماغه وبيحطله السلاح في إيده كأنه هو اللي خلص على نفسه. وبعد كده بيخلصوا على رأس أمه. وبعد كده بنشوف البنات وهم رايحين يسلموا على أهلهم ولا كأن حصل أي حاجة، وبيسافروا نيويورك والفيلم بيخلص على كده.